انه ليش احنا اهل غزة ليش نتعرض لهذا الظلم؟ ليش كل العالم معادينا؟ ليش كل العالم علينا يا اخوان؟ مع الاسف الاحتلال كل ما نعمل صفحة بقيدنا وبيمنع وصول صفحتنا للعالم وبيمنع وصول فيديوهاتنا للعالم كله. ما بعرف شو السبب، والله العظيم يا اخوان 7 حسابات، حاولت في ال7 حسابات جاهدا اني ابعد عن موضوع يا اخوان فلسطين وما اتكلم كثير عن قضيتي، لكن مع الاسف يا اخوان في كل مرة كان يلاحقنا. ما بده يانا نتكلم عن معاناتنا، ما بده يانا نوصف احوالنا وشو بيجرى في غزة وشو بصير في غزة، ما بده ايانا نتكلم عن اهوال يوم القيامة اللي بنمر فيها في غزة يا اخوان. لكن الان طفح الكيل يا اخوان، احنا فوق معاناتنا فوق كل اشي بنعيشه ساكتين وصامدين وصابرين وبنقول الحمد لله على كل حال. لكن والله العظيم يا اخوان الظلم اللي بنتعرض له كبير وكبير كتير يا اخوان. فاللي بدي اياه منكم يا اخوان، انتم العرب اخوتنا حبايبنا المسلمين، الله يعزكم ويرفع من قدركم وشانكم. كل اللي بدي اياه منكم يا اخوان ترجعوا ترفعوا صفحتي وتوصلوا فيديوهاتنا للعالم لحتى يوصل صوت اهل غزة للعالم. احنا في غزة مكلومين ومظلومين والاوضاع اللي بنمر فيها والله العظيم كارثية، والحرب هي ما تغير شيء يا اخوان، وكل اتفاق بيحكوا عنه هو وهم، مجرد وهم. على ارض الواقع كل يوم قصف شهداء يا اخوان وجرحى واوضاع مأساوية، وحتى النزوح حاليا موجود. فاللي بدي اياه منكم يا اخوان بدنا نتحدى الاحتلال. معلش انا بدي احكيها بصريح العباره، رساله صمود، وصار هذا واجبنا انه احنا نتكلم عن واقعنا. والله لو ضلينا ساكتين يا اخوان انه احنا ظلام وراضيين بالظلم اللي بصير. عشان هيك يا اخوان احنا راح نكمل، وانا موجود على هذه الصفحه على السوشيال ميديا. بدي من كل حدا يا اخوان بشوف هذه الصفحه وهذا الفيديو يا اخوان يرفعه للعالم، يرفع رسالتنا ويوصل صوتنا للعالم كله. هذا كل شيء بدي اياه منكم يا اخوان. تنسوش المتابعه واللايك واكتبوا لي تعليق يجبر خاطري، لانه انا والله العظيم من الناس اللي تعبت على السوشيال ميديا علشان اوصل رسالتنا وصوت اهل غزة. والحمد لله على كل حال. تحياتي لكم، سلام عليكم.